يا سلام بقى على طبق شوربة كده بروكلي بالكريمة بطريقة سومة على الفطار، كل سنة وانتم طيبين. يلا نشوف بينا طريقة عمل شوربة البروكلي بأبسط طريقة وأقل مكونات. أنا جبت هنا حلة حطيتها على النار وحطيت فيها معلقة سمنة أو زبدة زي ما بتحبي. زي ما انتم شايفين كده، كل سنة وانتم طيبين، مبارك عليكم الشهر، ربنا يتقبل صيامكم وقيامكم ودعواتكم. وهنا كنت مقطعة بصلية كده صغننة حطيتها عشان اشوحها مع ايه، مع السمنة. وحطيت شوية ملح واحط التوابل بتاعتي بقى ايه، شوية فلفل وبس. يعني الشوربه دي مش هتحط عليها غير فلفل وشويه شوربه او شويه ملح ومكعب مرقه دجاج. ده للي حابب، اللي مش حابب خلاص براحته، بس انا بحب مكعب الشوربه او مكعب مرقه الدجاج بيدي تيست عالي او بيعزز النكهه. هنا بقى جبت بقى دي الكريمه بتاعتي، الكريمه اللباني بتاعتي اللي انا هحطها، معلقه دقيق محترمه كده. هشوحها كويس قوي مع البصلايه بتاعتي لحد ما اشم لها الريحه، يعني تحسي ان هي خلاص بقى اتحمصت معانا كده، او ايه، او خدت لسعه يعني ايه من على النار زي ما انتم شايفين. وانا حطيت الفلفل بقى بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا ابتدي احط الميه بتاعتي. حطيت بقى مقدار الشوربه اللي انا حباه، كوبايتين ميه او 3 كوبايات ميه على حسب ايه عدد افراد اسرتك. وبعد كده هسيبها تاخد غلوتين على النار كده مع بعض. بصوا بقى، انا هنا بشره جزرايه كده، دي التكايه بتاعتي، بشره جزرايه كده صغننه، للي حابب اللي مش حابب ما يحطش، بس دي بتعزز النكهه وبتخلي طعمها في حته تانية خالص. وهنا بقى معايا حوالي كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه من الا ربع من اللبن حطيتها برضو مع الشوربه والخضار اللي احنا حاطينه وفي الحله بتاعتنا. وهسيبهم بقى ايه يتكتكوا مع بعض وياخدوا كده مع بعض بشكل ودي. هنا بقى البروكلي بتاعي، كان عندي شويه بروكلي كده في التلاجة غلبانين يا عيني كده، قلت استفاد بيهم واعمل بيهم شوربه. وحطيتهم بقى، هسيبهم ياخدوا غلوتين وخلاص كده الشوربه بتاعتي جهزت. عملنا طبق شوربه يستاهل بقك، تدفي بيه كده على الفطار بأقل مكونات واحسن مقادير، وطعمها وريحتها تجنن. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، اتمنى ليكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. اشوفكم فيديو جديد مع سومه، وصفه معلومه معصومه. سلام.